السلام عليكم، أهلا بكم في قناة ميلاد دولة جديدة. اليوم سنتحدث عن الجيش المصري والأسلحة الحديثة والمتنوعة الذي يمتلكها الجيش المصري. يمتلك الجيش المصري أسلحة كثيرة ومتنوعة وحديثة، ويمتلك الكثير من الأسلحة الذي لا يعلم عنها أحد أن الجيش المصري من أفضل الجيوش وأقواها في المنطقة، والأول عربيا، ويصنف في المرتبة 14 على مستوى العالم. مصر تمتلك أسلحة أخرى سرية لا يتم الإعلان عنها أو إظهارها في التدريبات والمناورات العسكرية، لأن المنظومة العسكرية لها العديد من الأسرار التي تكون مفاجئة للكثير من الأعداء في وقت الحرب. وأكد أن مصر حصلت على أسلحة هامة من فرنسا، أبرزها مقاتلات رافال التي تنافس بشكل كبير مقاتلات F-35 الأمريكية، وتتشابه معها في أداء المهام والمواصف والمواصفات، بالإضافة إلى الحصول قريبا على مقاتلات تايفون الأوروبية من إيطاليا، والتي ستمثل نقلة كبيرة في القوات الجوية المصرية. وأشار المصدر إلى أن مصر تمكنت بعد مفاوضات من الحصول على صفقة الغواصات تايب من ألمانيا، التي مثلت نقلة نوعية كبيرة في القوات البحرية المصرية، التي تقوم مصر حاليا بتطويرها ومدها بأحدث الأسلحة لتأمين المنطقة الاقتصادية المصرية والبحرين الأحمر والمتوسط، مع تنامي التهديدات المختلفة من كافة الاتجاهات الاستراتيجية، خاصة من جانب تركيا. أسلحة مصرية سرية. وأكد مصدر عسكري لRT أن مصر تعمل على تنويع مصادر السلاح منذ ثورة 30 يونيو عام 2013 حتى لا تقع تحت رحمة أي دولة، وهذا ما شهدناه عندما قامت أمريكا بمنع بعض من المساعدات عن مصر التي تشمل تطوير وتحديث مقاتلات F-16 الأمريكية وتصنيع دبابات أبرامز الأمريكية أيضا محليا في مصر. وأشار المصدر إلى أن مصر وضعت خطة تسليح كبرى تتضمن أسلحة سرية لا يمكن الإعلان عنها، حيث أن مصر لا تعلن عن كافة الأسلحة التي تمتلكها، ووجدت في كل دولة سلاحا يمكن أن يكون فتاكا وبديلا لأسلحة أخرى وفقا للتهديدات المختلفة. وفي النهاية نوه المصدر بأن مصر تمتلك منظومة تسليح متنوعة ومتكاملة، وقد يكون هناك أسلحة لا يعلم عنها أحد شيء في الترسانة العسكرية المصرية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.